السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. طبعا كلكم عارفين ان احنا متميزين جدا بصيانه مهمه قوي، الا وهي تنظيف الكربون اليدوي، مش عن طريق غاز بيتحقن مثلا مع البوابه، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان انا معترض على الفكره دي. لان هو ايا كان الغاز وايا كان اللي هو بيعمله، حتى لو كان بينظف بجد، فهو بياخد الرواسب بتاعه المحرك كلها وبيرميها بقى على الحساسات بتاعه الموتور، وكمان في النهايه على علبه البيئه يعمل لها سدد. فاحنا كده ما حلناش المشكله، بل زدنا التفاقم بتاعها وقفلنا الخرج بتاع المحرك او العادم بتاعه. فلذلك انا معترض على الفكره دي، يعني جمله وتفصيلا. انا يمكن انا اتكلمت فيها قبل كده اكتر من مره، وكنت كاتب كده تنظيف الهيدروجين طريقه فعاله ولا اشتغاله، كان الفيديو اسمه كده. المهم، حلقتنا النهارده برعايه موقع وتطبيق هتلاقي لبيع وشراء السيارات الجديده والمستعمله، في الروابط تحت الفيديو. النهارده عندنا توسان ان اكس 4 موديل 21 ماشي 50,000 كيلو، والمفروض ان هي هتعمل تنظيف كربون. طيب ايه الجديد اللي انا هقوله لكم النهارده؟ الجديد اللي انا هقوله لكم النهارده، عايز اوريكم حاله ال 50,000 كيلو في المحرك الجي دي اي بيكون شكلها عامل ازاي، وان ده اللي انا هوريه لكم النهارده والحاله السيئه اللي هوريها لكم بتثبت ان مدى صحه كلامي لما بقول لكم ان الصيانه بتاعه تنظيف الكربون اليدوي، وهقول لكم ليه انا بقول كده، دي تتعمل كل 30 ل 40,000. يعني دلوقتي هعرفكم ليه احنا بنقول كل 30 ل 40,000. مبدئيا قبل ما نبدا حلقتنا، حاول انت تدوس اعجاب عشان تبقى الحلقه مرشحه لناس كتير انها تشوفها. حاول لو الحلقه عجبتك كمان ان انت تشيرها لناس كتير عشان تستفاد المعلومه. والاهم ان انت تشترك وتكون عضو معانا في قناتنا عشاق السيارات مع عصام غنايم لو على اليوتيوب، وعلى الفيس على البيدج بتاعتنا حاول انت تدوس اعجاب وتشترك معانا في البيدج. دلوقتي خلونا بقى نبدا نتفرج على حاله المحرك. مبدئيا زي ما انتم شايفين تنظيف الكربون، بنبدا ان احنا نفكك الاجزاء بتاعه التغذيه كلها كامله. بمعنى يعني هنا البوابه او صوره البادي، شايفين هنا شكلها عامل ازاي؟ شايفين كميه الاوساخ اللي عليها؟ تمام. بعد كده مباشره بيكون المانيفولد، تمام، او مشعب الهواء بتاعها، ده احنا شايفين برده جواه زيت ازاي. تمام. وهنا دي المداخل بتاعه الهواء بتاعه المحرك او مداخل التغذيه. بعد كده بنفك الانجكتورز او الرشاشات. وطبعا زي ما انتم شايفين الرشاشات دي المفروض وظيفتها ان هي تخلي البنزين السائل تحوله لبخار بنزين. طبعا زي ما انتم شايفين الانجكتورز اهيت، يعني طبعا دي بالسدد اللي عليها ده مستحيل ان هي تطلع بخار بنزين كويس بحيث ان هو يدينا حريق كويس. طبعا كل ده لسه هتنضف على الجهاز دلوقتي. شايفين الوسخ اللي عليها قد ايه، لدرجه ان حتى الفتحات بتاعتها ما بقتش باينه. تمام. طيب بعد كده بنبدا بقى نوصل للمحرك بتاعنا. طبعا بنفك هنا الكويلات او المباين. تمام. بصوا هنا كده المحرك من فوق السلندر بتاعه، الجزء التحتاني خالص، فتحه صغيره دي، ده السلندر بتاعنا، شايفين اهو. تمام. شايفين هنا بقى السلندر وشه عامل ازاي، اسود ازاي، هنشوفه بعد ما نخلص بيبقى شكله عامل ازاي. طيب وبنبدا ان احنا طبعا احنا فكينا كل حاجه، فعايز افرجكم بقى غرف المحرك شكلها عامل ازاي. تمام. على 50,000 كيلو بس. ركز بقى معايا جميل. شايف كمية الأوساخ اللي موجودة؟ شايف الترسبات اللي موجودة هنا على ظهر صوابات التغذية؟ طبعا ده عيب من العيوب المتكررة والعيوب الشرعية في العربيات اللي بتشتغل بتكنولوجيا جي دي اي، برغم مميزات التكنولوجيا دي، لأن ده العيب الأساسي بتاعها. شايفين الوسخ اللي على الصبابة قد إيه؟ شايفين؟ هنا غرفة رقم 3 برضو، شوف. أنا عايزك تتفرج هنا، شوف كتل 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 من السلادج الموجودة هنا. شايفين هنا غرفة رقم 4 شرحه يمكن هنا حالتها أسوأ كمان. شايفين الدنيا سيئة قوي. الفكرة بقى اللي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا لو جبنا، شوف لو أنا جبت كده وجبت منه، شوف لو أنا جيت فركته كده ما بين صوابعي، رملة 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 بتاكل في المحرك من رمل. تمام. طبعا هتقول لي طيب وده من إيه؟ يعني إيه المسبب لده؟ هقول لك أول مسبب فيهم هو التأخر في غيار فلتر الهواء، ده اللي بيخلي العملية تسوء. طبعا هو على جميع الاحوال هيحصل، بس التاخير ده وتخليه بالوضع ده ويبقى كده. بص كده المنظر ده، شايفين التراب اللي نازل منه اهو، اهو شايفين. يبقى اول حاجه التاخير في غيار فلتر الهواء. تاني حاجه
استخدام زيت مش مناسب او مش اصلي، او كمان ان هو يكون الزيت بنتاخر عليه في الغيار بتاعه، فيبدا بالتالي يبدا يطلع بخار زيت كتير فيبدا يعمل المشكله دي. طيب ايه تالت حاجه؟ البنزين بتاعنا السيء يبدا ان هو يسد الانجكتورز ويبدا يعمل المشاكل اللي احنا شفناها دي. طيب الحل ان احنا دلوقتي هننظف العربيه تنظيف يدوي. ده شغلي، دي النقطه اللي احنا متميزين بيها. تمام. الشغل ان احنا كل الحاجات دي بتتفكك زي ما انت شفتوا قطعه بقطعه، وطبعا بتتفكك وتتقفل ما يبانش انها العربيه اتحل منها مسمار، لان احنا بنشتغل بعدد الماني مش بايظه. حتى لو اي مفتاح او اي الانكيه او ايا كان المعده اللي احنا بنشتغل بيها بنفك ونقفل بيها، بنبدا ان احنا بيه بايا كان لو هي بوشت شويه وهتبدا انها تعلم على راس المسمار بتاع المحرك بنغيرها على طول، بنستبدلها مباشره. دايما بنجيب اطقم من افضل معدات، تمام، علشان ما تعملش المشكله دي. المهم هنتفرج دلوقتي باذن الله على النتيجه بعد ما نخلص، وهفرجكم بقى فرق الاداء بيكون قد ايه. الفرق هنا بيكون في التسارع، الفرق هنا بيكون في استهلاك البنزين، الفرق هنا بيكون في الاداء اجمالا واقصى سرعه. ثلاث حاجات: تسارع، العربيه اللي بتبقى مخنوقه تلاقيها فكت وقت بتجري وبتطير من على الارض. اقصى سرعه، لو سي ان هي مثلا بتجيب اقصى سرعه اللي هي 180، هتبقى هتجيب ال 200 ده لو ما كانش مقفول عليهم، يعني هتجيب ال 200 لان 10% تقريبا زياده. وكمان بتوفر معاك في استهلاك الوقود لو انت مشيت طبيعي، يعني لو انت ما جريتش وما فرحتش بالجري الزياده ومشيت نفس المشي اللي انت متعود عليه، هتلاقي العربيه وفرت معاك بنزين. بجانب بقى المهم قوي العمر الافتراضي الاطول، بمعنى ان انا لو كل من 30 ل 40 الف، اللي هو بمعدل تقريبا سنه لسنتين على حسب طبيعه استهلاكك يعني، عملت التنظيف ده، فانت بتحافظ على عمر افتراضي اطول للمحرك بطريقه كبيره جدا. ليه؟ لان الرمله اللي انتوا شفتوها دي، تخيل بقى السلندرات طالعه نازله في الرمله دي، الصبابات طالعه نازله في الرمله دي، بتعمل ايه؟ بتبقى عامله زي الصنفره وتقعد تكحت في غرف الحريق في السلندرات نفسها، تمام، وتبدا انها كمان تكحت في البساتن او البستونز، تبدا انها تاكل الشنابر بتاعتها. خلاص، بجانب الترسبات بقى اللي بتحصل على ظهر البستون. اقصى حاجه ممكن توصل لها كمان ان انت تلاقي ان العربيه بقت معاك تسك او تعمل صوت تسقيفه او النوكينج او الصفع، ايا يعني كان اسمه في بلدك، يعني تبدا تعمل الصوت ده حتى لو كنت حاطط بنزين كويس وبنزين درجه الاوكتان بتاعته عاليه. تحس ان انت زي ما يكون بتستخدم بنزين 80 او بنزين الاوكتان بتاعه منخفض. ظاهره الصفع دي في المواتير الجي دي اي تحديدا ومع التحميل، لو انت عتلت عربيه ورحت جاي قارص بنزين لا راحت عامله صوت سكه كده، هو ده بقى المشكله، بتبقى من ترسب كربون. ولما بننضفه الدنيا بتظبط معاك وبترجع العربيه حاله الزيرو تاني. عايز بقى افرجكم الحاجات دي بعد التنظيف، وخلونا نخرج فاصل ونرجع تاني. ما تنسوش تدوسوا اعجاب، ويلا بينا نشوف النتيجه بعد التنظيف. طيب دلوقتي احنا خلصنا كده التنظيف بتاعنا، حابب بقى ان انا افرجكم على النتيجه. ونبدا من ثروتل بادي او البوابه او الزور بتاع العربيه، طبعا شايفين الفرق، تمام. بعد كده البواجي سبارك بلاجز بوجيهات. بعد كده بقى ايه؟ الانجكتورز او الرشاشات. فاكرين احنا كان شكلها عامل ازاي؟ هنا دلوقتي كده هتلاقي نفسك انت دلوقتي بقيت شايف الفتحات بتاعتها اهي، النزل زي شايفينها، نفس القصه. تنظيف لدرجه ان انت دلوقتي تشوف رقم الكود بتاعها، شايفينه؟ تمام. بعد كده المانيفولد او مشعب الهواء، شايفين ما شاء الله رجع جديد تاني اهو. طبعا حساسات العربيه. ونبدا بقى نبص على المحرك نفسه واستعد للمفاجاه. شايفين الفرق؟ شايفين بقى الصبابات التغذيه هنا شكلها عامل ازاي؟ شايفين اهو. دلوقتي لاحظ ان جلب الصباب دلوقتي بقت باينه قدامك، اللي هي النحاس دي، شايفينها اهي. شايفين؟ فاكرين الغرفه رقم 4 دي كان شكلها عامل ازاي؟ كميه السواد اللي عليها، شايفين هنا بقى دلوقتي رجع الجديده تاني، الموتور رجع زيرو تاني. طبعا فلتر الهواء بقى الجديد والقديم واصلي طبعا. بكده احنا تقريبا خلصنا. طبعا النتيجه ما شاء الله خرافيه. دلوقتي لو انت حابب تكمل معانا الفيديو هتشوف النتيجه واحنا بنجرب العربيه على الطريق، قصه ثانيه خالص، عربيه ثانيه خالص تماما. طيب ايه بقى فايده اللي احنا عملنا ده كله؟ لا، عده فوائد، هم تقريبا 5 فوائد.
اول حاجه ان هو بيوفر معاك بنزين، ده رقم واحد، ده اساسي. رقم اتنين بيفيدك في التسارع، العربيه تبقى طلعتها فايقه معاك، ما تبقاش مخنوقه تاني، تقدر تتنفس. بعد كده بيبدا ان هو يزود معاك اقصى سرعه، تبدا العربيه بقى مستريحه. غير كده وكده، الترسبات اللي انتوا كنتوا شايفينها في الاول دي، تواجدها زي ما قلنا بيعمل تآكل سريع للمحرك، فبيأثر عمره. اللي احنا بنعمله بقى بيطول عمر المحرك، يعني العمر التشغيلي بتاعه بيطول، فبالتالي بيوفر لك كمان في صيانات المحرك، ما تحتاجلوش صيانات كتير. الموضوع ده بيتعمل كل قد ايه؟ من 30 ل 40 الف كيلو على حسب استهلاكك. ده كان شغلنا النهارده. لو انتوا حابين ان احنا تيجي وتحصل على الشغل الجميل ده، هتلاقي الارقام تحت الفيديو، ممكن تتواصل معاها او تكتب في الجي بي اس او في سيرش في جوجل، تكتب مركز مهندس عصام غنايم، هيظهر لك العنوان وارقام التليفونات. ممكن تتواصل معانا وتحجز معانا ميعاد وتيجي وتحصل على الخدمه المميزه دي اللي احنا فعلا متميزين بيها. اشوفكم باذن الله على خير في صيانات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، والسلام عليكم.